خلقنا 3 4 فرص كنا قريبين من التسجيل لكن ما سجلنا. يمكن البري سيزون كان مالنا مميز من الكويت الى معسكر تركيا. الفريق قدم مستويات جيده اثناء الحصص التدريبيه واثناء المباريات، لكن يمكن كان له تاثير كبير غياب 12 لاعب اليوم عن الفريق. اكيد له تاثير كبير، كنا نحضر حق شيء مختلف لكن تفاجئنا اخر 3 ايام بعدم تسجيل اللاعبين. 3 حراس، 3 محترفين، زائد 6 لاعبين محليين. اكيد له تاثير كبير علينا، خاصه ان احنا هالسنه استقطبنا عدد من اللاعبين لخلق المنافسه. ما كنا في الموسم السابق ما عندنا الكم، عندنا نوعيه اللاعبين 13 14 لاعب، لكن هذا الموسم حاولنا ان نخلق المنافسه في كل مركز، لكن التسجيل اعاقنا. ان شاء الله هذه اول لعبه بالدوري، اكيد البدايه اكيد انا مو سعيد بالخساره، لكن نفكر بالجاي، نامل في تسجيل اللاعبين في الفتره الجايه، وان شاء الله الجاي احسن لنا كفريق. كابتن ناصر، هل الاداء اكيد انت لما يعني نادي السالميه لما يستقطبني كمدرب يطمح انه يكون مثال شكل الفريق مختلف، وانا عندي الثقه ان شكل الفريق راح يكون مختلف. واعتقد اليوم كان في بوادر ان الفريق قدم كره، كان المسيطر المبادر، لكن اقول لك بالنهايه انت تحتاج جوده لاعبين، تحتاج عناصر. احنا حاولنا ان نستقطب اللاعبين اللي يخدمون الافكار اللي نلعب فيها. اكيد مرحله العربي مختلفه عن نادي السالميه. العربي فريق متمرس على البطولات بالسنوات الاخيره، نادي السالميه مشروع جديد، يعني انا مشروعي وياهم 2 3 اني احاول اكون قاعده كبيره كبيره للنادي السالميه كفريق، وان شاء الله الجاي احسن باذن الله. رحيل السنوسي ياثر على الفريق؟ مسألة رحيل لاعب، بالعكس سنوسي قدم الكثير لنادي السالمية وبالسابق لنادي العربي. أتمنى له التوفيق وأتمنى له كل خير في مسيرته القادمة. لاعب جدا محترم.